قصة سالي الأميرة الصغيرة هي قصة مؤثرة ومعروفة، اشتهرت بشكل خاص كمسلسل رسوم متحركة ياباني أنمي عرض عام 1985، وهي مقتبسة من رواية الأميرة الصغيرة A Little Princess للكاتبة البريطانية فرانسيس هودجسون برنيت. تدور أحداث القصة حول الفتاة الصغيرة سالي كوروي، والتي كانت تعيش حياة مترفة وسعيدة في الهند مع والدها الثري الذي كان يملك منجما للألماس. ملخص قصة سالي: 1. الحياة المترفة في المعهد. يصطحب ولد سالي ابنته إلى لندن لتلتحق بمعهد الآنسة منشن الداخلي للبنات، وهو من أرقى المعاهد. بسبب ثروة والدها تحصل سالي على معاملة خاصة ورفاهية كبيرة من الآنسة المنشنة والجودة العالية في المعهد. كانت سالي فتاة ذكية ولطيفة، ما جعل وجدت سالي الأصدقاء الأوفياء الذين ساعدوها سرا، مثل الخادمة فيكي والطالبة آرمون جاردا والأستاذ الذي كان يعلمها الفرنسية. 4. النهاية السعيدة. بعد معاناة طويلة يظهر السيد كريسفورد، وهو شريك ولد سالي وصديقه المقرب. كان يبحث عنها لفترة طويلة بعد وفاة والدها. يكتشف السيد كريسفورد أن منجم الألماس لم يفشل، بل أصبح ثروة ضخمة، وأن سالي هي وريثة والدها وشريكه الذي اعتبرها مثل ابنته. تعود سالي إلى ثرائها وتصبح غنية جدا. تنتهي القصة بعودة سالي إلى الهند، وتأخذ معها صديقتها الوفية الخادمة الفيكي لتعيش معها حياة كريمة. في المقابل تعاقب الآنسة منجن على سوء معاملتها وتخسر المعهد نتيجة أفعالها. قصة سالي الأميرة الصغيرة هي قصة مؤثرة ومعروفة، اشتهرت بشكل خاص كمسلسل رسوم متحركة ياباني أنمي عرض عام 1985، وهي مقتبسة من رواية الأميرة الصغيرة A Little Princess للكاتبة البريطانية فرانسيس هودجسون برنيت. تدور أحداث القصة حول الفتاة الصغيرة سالي كوروي، والتي كانت تعيش حياة مترفة وسعيدة في الهند مع والدها الثري الذي كان يملك منجما للألماس. ملخص قصة سالي: 1. الحياة المترفة في المعهد. يصطحب ولد سالي ابنته إلى لندن لتلتحق بمعهد الآنسة منشن الداخلي للبنات، وهو من أرقى المعاهد. بسبب ثروة والدها تحصل سالي على معاملة خاصة ورفاهية كبيرة من الآنسة المنشنة والجودة العالية في المعهد. كانت سالي فتاة ذكية ولطيفة، مثل الخادمة فيكي والطالبة آرمون جاردا والأستاذ الذي كان يعلمها الفرنسية. 4. النهاية السعيدة. بعد معاناة طويلة يظهر السيد كريسفورد، وهو شريك ولد سالي وصديقه المقرب. كان يبحث عنها لفترة طويلة بعد وفاة والدها. يكتشف السيد كريسفورد أن منجم الألماس لم يفشل، بل أصبح ثروة ضخمة، وأن سالي هي وريثة والدها وشريكه الذي اعتبرها مثل ابنته. تعود سالي إلى ثرائها وتصبح غنية جدا. تنتهي القصة بعودة سالي إلى الهند، وتأخذ معها صديقتها الوفية الخادمة الفيكي لتعيش معها حياة كريمة. في المقابل تعاقب الآنسة منجن على سوء معاملتها وتخسر المعهد نتيجة أفعالها.